ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض شاورما الفراخ، الاكل الصيفي اللي كلنا بقى بنحبه يا جماعه. خلاص بقى خلصنا العيد وخلصنا رمضان بطواجن وحلل والكتيره. هنعمل بقى ايه الاكله المنجزه اللي الكبار وصغيرين بيحبوها، وهنعملها كمان في صينيه واحده وبتتبيله موجوده عندنا كلنا في البيت. تعالوا بسم الله نبدا مع بعض ونعمل احلى شاورما ممكن تاكلوها. هتحطوها في الصينيه، تحطوها على الجريل، هتحطوها في حله، مش هتقول لكم لا. تعالوا بسم الله نبدا مع بعض ونعمل دريسنج. هنا هنحط في البوله كوبايه من الزبادي، عليهم معلقتين من الكاتشب، معلقتين من المستردة اللي هي الخردل، معلقتين من الخل الطبيعي، معلقة كبيرة من الكاري المبهر او بهارات الفراخ على حسب ما انتم متوفر عندكم، ملح وفلفل اسود، رشة من الجنزبيل، رشة من المرقة الفورية بتاعة الفراخ، رشة من الثوم البودر والبصل البودر. وهنقلب كل ده مع بعض، وما ننساش معلقتين من زيت الزيتون. المقادير دي كلها هتلاقوها ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس، هحطها لكم علشان اللي حابب ان هو ياخدها سكرين شوت ويعين الوصفة يعني عنده في البيت او عنده في الموبايل. هنا ببدأ بقى ان انا اقلبهم كلهم كويس جدا مع بعض. بالمناسبة انتوا ممكن تستغنوا عن زيت الزيتون، مفيش اي مشكلة، وتحطوا زيت ذرة. هنا حطيت الشاورما مقطعاها بقى شرايح رفيعة كده او مكعبات على حسب ما متوفر عندك، وقلبوا كل ده بقى مع بعضه كده، وغطوا البولة بتاعتكم ودخلوها التلاجة لمدة ساعتين، مش اكتر من كده. حابة طبعا تعمليها من بالليل وتسيبيها في التتبيلة كده برضك مفيش مشكلة خالص. هنا بقى صينية او طاسة او جريل، اي حاجة عندك مش بتلزق، حط فيها معلقتين من الزيت وحطي الشاورما كده. انا هنا سويتها على النار الاول من فوق كده، خليتها تتشمع او تتقلب كده مع بعض على النار من فوق، وبعد كده ضفت شرايح من البصل الجوليان المتقطع كده شرايح، وبعد كده ضفت شرايح من الفلفل السبايسي وقلبتهم مع بعض. بالمناسبة انتوا ممكن تضيفوا فلفل الوان. وبعد ما قلبتهم مع بعض دخلتهم بقى، طفيت النار من فوق، دخلتهم الفرن في الرف الوسطاني وشغلت الشواية، وزي ما انتم شايفين كده اخدت لون واستوت، والصوص اللي كان فيها اتشمع وبقت زي الفل، والبصل والفلفل استووا وبقوا حلوين جدا. قدمتها مع صوص تومية ان شاء الله. هحط لكم لينك لصوص التوميه في صندوق الوصف، انا نزلت لكم الفيديو قبل كده. وان شاء الله استنوا بقى سندوتشات الشاورما السوري اللي كلنا كبار وصغيرين بنحبها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.